السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جامد جدا ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه. ميزانية ال 250 جنيه في الاسبوع، 7 ايام لحوم وبدون حرمان. تعالي نشوف هنقسمهم ازاي، وايه الاكلات وايه الافكار اللي هنعملها مع بعض في الفيديو ده. ان شاء الله تطلعي مستفادة، بس فضلا وليس امرا لو اول مرة تشوفيني اتمنى تتابعيني عشان تستفادي من الفيديوهات اللي بقدمها، واتمنى تشوفي الفيديوهات اللي فاتت ان شاء الله تلاقي فيها افكار تعجبك. بقدم ميزانيات وبقدم افكار وتدابير للمطبخ هتفرق معاكي كتير في وقفتك في المطبخ، هتفرق معاكي كتير ان شاء الله في حياتك. تعالي النهارده كده نقول بسم الله ونبدا ميزانيه ال 250 جنيه في الاسبوع. طبعا اغلبيه الناس او يمكن اغلبيه الناس اللي انا اعرفهم بيحبوا ياكلوا اللحوم باستمرار مع الاكلات، والاكلات الخفيفه تبقى قليله اللي هي بدون لحوم. فانا النهارده الميزانيه هعملها لحوم السبع ايام وهم بال 250 جنيه بس. وتعالي نشوف هنجيب ايه. هنجيب اول حاجه فرخه واحده 2 كيلو ب70 جنيه. ان شاء الله انت لما توزنيها هتقطع معاكي 2 كيلو ان شاء الله تبقى ب70 جنيه. 2 كيلو عشان تبقى كبيره، ولما نقسمها تتقسم معانا بطريقه كويسه وترمي معانا يعني لحم كويس. تمام. هنجيب نص كيلو مفروم ب55 جنيه. إيه انا بجيبه تبع الجيش، هو الصراحه اللي عندي يعني ما عنديش انا جزار وجيش وانا اللي بختار اجيبها، انا ما عنديش اللي هو الجيش. بس مش العربيات، انا الصراحه ما اعرفش لحمه العربيات ما جربتهاش. بس انا عندي مجمع جيش كده هو بيبيع اللحوم، اللحمه ب110. تمام. فانت لو عايزه تمشي دنيتك وتمشي حياتك هاتي من الاسعار اللي زي دي، مش اللحمه اللي هي عند الجزار ب170 وكده. تمام. تعالي نشوف بقى هنقسمهم ازاي. كده انا جبت اللحوم ب125 جنيه، 70 و55. تمام. تعالي نشوف هنقسمهم ازاي. اول حاجه هنعمل نص الفرخه جنب طبخه، هتعمليها بقى جنب طبيخ، جنب محشي، يعني هتعملي مثلا فاصوليا، بسله، صينيه بطاطس، وجنبيهم شويه ملوخيه، شويه لسان عصفور. وهتعملي نص الفرخه، نص الفرخه تقضي اسره 4 افراد. طب ازاي؟ ان شاء الله هنزل لكم فيديو انا كنت مقسمه فيه الفرخه على 4 ايام، وفي فيديو الفرخه متقسم على 3 ايام. ان شاء الله تستفيدي منه وتشوفي ازاي هتعملي الفراخ، وهتخليها تقضيكي باذن الله على التقسيمه اللي انا هقولها لك دي. خلاص. فانت كده نص الفرخه هتاخديه وهتعملي على طبخه هتقعد معاكي يومين. تمام. هتاخدي ربع الفرخه التاني هتعمليه مثلا ستريبس او بانيه، اللي انت عايزاه. الاتنين هيرموا معاكي كميه كويسه. طب ازاي نص الفرخه؟ انا بتكلم على الصدر دلوقتي. هتاخدي الصدر هتعملي ربعه ستريبس او بانيه، وبرده كنت عملتها في فيديو هنزلها لكم. والربع التاني هتعمليه بقى بطاجن مكرونه او شاورما. طب هيقضي هيقضي، لان الفرخه 2 كيلو فهي كبيره، اللحم بتاعها مش صغير. تمام. فاحنا من الاخر كده بتاخدي الكتفين اللي هم فيهم الاجنحه دي والوراك، وبتقطعيهم وبتقسميهم وبتعمليهم جنب الطبخه اللي قلنا عليها دي اللي هتعمليها على يومين. وبعد كده الصدور بتقسميها ربع كده وربع كده. يبقى انت كده عندك 4 ايام فراخ. طبعا مش هتعمليهم ورا بعض، يعني انا بديكي هتعملي ايه بالفراخ وهتعملي ايه باللحمه وانت وزعيهم. يعني يوم عملتي الطبخه وكلناها يومين ورا بعض، اليوم اللي بعده ناكل حاجه باللحمه المفرومه، يوم هنرجع ناكل حاجه بالفراخ، وهكذا. انت بقى وزعيهم على الاسبوع. انا هديكي ال7 اكلات وانت نظميهم على حسب انت عايزه تاكلي ايه. تمام. هنيجي بقى للحمة المفرومة هنقسمها على 3. هو النص ينفع يتقسم على 3؟ والله لو عايزة تمشي دنيتك هينفع وهيقضي وهيفيد كمان. ببركة ربنا كده وتقولي بسم الله وهتلاقي دنيتك كلها تمام. هنمسك تلت وهنعمله برجر. البرجر ده عملته معاكم قبل كده بالربع كيلو، عمل كمية حلوة. يعني لو هنقلل عن الربع شوية هيعمل كمية أقل حاجة بسيطة، وهتشوفوا الكمية اللي أنا عملتها برضه هسيبها لكم في الفيديو. يعني شوية بقسماط على بضاية على بصل، وهتخلطي كل ده غير البهارات والتوابل طبعا اللي هتحطيها، وهتعملي كام واحدة برجر حلوين وتبقي فصلتي عن المكرونات والرزات وكده مع الجيزر وكده وتاكلوا شوية برجر. تمام. التلت التاني هنعمله شوية كفتة جنب مثلا رز بسمتي. لو كنتي فوق عملتي المكرونة او الطاجن فعملتي المكرونات، فمثلا شوية كفتة، قطعة اللحمة المفرومة اللي هي التلت اللي هتقسميها يعني دي، مع شوية بصل، مع لو انت هتعمليها مثلا بالبرغل هتعمل معاكي كمية حلوة، هتعمليهم جنب شوية رز بسمتي. تمام. انا بحاول ما اطولش في الفيديو عشان ما اطولش عليكي كده واخنقك في التفاصيل. معانا بقى القطعة التالتة اللي هنقسمها دي ممكن نعملها حاجات كتير جدا. ممكن لو ما كنتيش عملتي طاجن فراخ فوق فتعملي طاجن لحمة، طاجن يعني مكرونة باللحمة. ممكن تعملي بشاميل، البشاميل اللي بيبقى ليها طعم طبعا مختلف عن المكرونه اللي بالصلصه. ممكن تعمليها كور لحمه مفرومه
وجنبها شويه مكرونه، ممكن تعمليها كور لحمه مفرومه وجنبها شويه رز، ممكن تعمليها كور لحمه مفرومه بصينيه بطاطس، لما كنتيش الطبخه اللي فوق عملتيها صينيه بطاطس عملتيها حاجه تانية وبترمي معاكي وكمان بتقعد يومين. يعني الاكله دي كمان الكميه دي لما هتعمليها كور، انا كنت عملتها قبل كده، كل الفيديوهات التفاصيل اللي انا عملتها قبل كده هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، صندوق الوصف اللي هو السهم الصغير اللي تحت. ممكن القطعه اللي باقي دي كمان تعمليها مسقعه باللحمه المفرومه. إيه ممكن تعمليها ايه كمان؟ إيه كفايه كده. تمام. بصي عندك اللحمه المفرومه بتعمل افكار كتير وبتظبط معاكي جدا الميزانيه، لانك تقدري تطلعي منها افكار كتير. فانت عندك نص كيلو لحمه مفرومه كده، احنا قسمناها على 3 اكلات، فانت عندك كده اكلتين فوق، قصدي 4 اكلات فوق بالفراخ و3 اكلات تحت باللحمه المفرومه، كده معاكي 7 ايام لحوم. طب هي الكميات دي هتقضي ان شاء الله؟ هتقضي وهتشوفي، وانا عامله الحاجات دي في فيديوهات بردك، لان انا مش بقدم ميزانيات بس، هتلاقي ميزانيات وهتلاقي افكار لحاجات كتير في المطبخ، وهتلاقي افكار للاكلات وافكار لتوفير الوقت والمجهود. ان شاء الله هتلاقي حاجات كتير في القناه تستفيدي منها. ولو وصلتي معايا لحد هنا اتمنى تشتركي معايا في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، وان شاء الله هتلاقوا ميزانيات كتير باذن الله، منها الاسبوعيه ومنها الشهريه. نيجي بقى كل الحاجات دي محتاجه تفاصيل، محتاجه بقى الرزات والمكرونات والبهارات واللازم منه والخضار وكده. تعالي نشوف بقى هنجيب ايه. حاجه السوبر ماركت انا عامله 18 50 جنيه لحاجه السوبر ماركت، تمام. 18 جنيه رز، انا عندي رز ب 18، لو عندكم ارخص يعني يا بختكم. و16 جنيه مكرونات، كيسين مكرونه. لو انتوا بتفضلوا المكرونه يعني، ممكن بقى انت تظبطي اللي انت عايزاه. انا جايبه ب 18 جنيه رز، ب 16 جنيه مكرونه، و16 جنيه تفاصيل. ايه التفاصيل دي؟ لو هعمل برجر فهجيب مثلا بهارات لحمه، او مثلا بهارات البرجر. لو هعمل كفته ممكن اجيب بهارات الكفته، او برضك هي بهارات لحمه. مفيش سمنه، انا مش من الناس اللي بجيب يعني ايه، ما فيش فلوس اكتر من كده، فانا ما جبتش اول الشهر السمنه بقى والتوابل والحاجات دي. فمن ال 16 جنيه تقدري تجيبي ايه، تظبطي انت نفسك الاكياس الصغيره، هي حاجه مش موفره طبعا، وتقدري تجمعي الفلوس دي اللي هي ال 16 جنيه الباقيه دي مثلا او 20 جنيه وتجيبي بيها حاجتك اول الشهر مع بعض. يعني ايه؟ علبة السمنة، زيت، بهارات، توابل، الحاجات دي اللي هتوزعيها على باقي الشهر. طب انت هتمشي بالاسبوع بالظبط، هتجيبي بقى ب 16 جنيه الباقيه الحاجات اللي هتستخدميها على مدار الاسبوع، تمام. وتقدري تقللي في الرز والمكرونه او ما تجيبهمش لو انت بتجيبي تومين، بس انا عامله للتفاصيل اللي زي دي 50 جنيه. هنيجي بقى لحاجه الخضار اللي طبعا هنعمل بيها الاكلات الجميله دي اللي احنا قلناها. انا عامله 2 كيلو طماطم، لاني لو عملت طبخه، لو عملت شويه مكرونه، انا تمام بالنسبه لي 2 كيلو طماطم. انا طبعا في العادي بتاعي الصراحه اللي متابعني انا بجيب الصلصه بالذات طماطم يعني بالذات بالشهر. بس لو انا هقسم بالاسبوع هجيب 2 كيلو طماطم ب10 جنيه. شوف الاسعار عندكم ايه بقى انتوا. مثلا نعمل جنب البرجر شويه طماطم مقطعه، جنب الكفته شويه سلطه. شوفي انت كميه الطماطم اللي ممكن تحتاجيها، بس انا شايفه الكميه دي كويسه. ولو انتوا عندكم ارخص من كده هاتي 2 كيلو ونص بردك ظبطيها ب10 جنيه. وبطاطس ب10 جنيه، انا مش عاملاها كيلو ونص ولا 2 كيلو ولا حاجه. شوفي الاسعار اللي عندكم، المهم ظبطي. هتجيبي شويه بطاطس للاسبوع، هتنفعك في عشوه، هتنفعك في فطار. المهم البطاطس طبعا في البيت لازم. عامله لها 10 جنيه، وعامله بصل 5 جنيه بردك على حسب الاسعار عندكم. هتشوفي هتجيبي كيلو، هتجيبي كيلو ونص، هتجيبي على حسب. انا عامله له بردك 5 جنيه، يعني انا عندي البصل ب4 جنيه، فهجيب كيلو وربع ب5، تمام. وهم هيقضوني تمام على مدار الاسبوع. عندي هنا ب5 جنيه فلفل رومي، ب5 جنيه ليمون بقى، خضرة، حزمة جرجير، حاجة كده تبقي انت عايزاها. فانا كده الخضار عمل معايا حوالي 55 جنيه، تمام. تقدري تقللي طبعا لو في تفاصيل في اللي انا قلتها دي انت مش محتاجاها، او تقدري تقللي فيها. بس هي دي كده الميزانية اللي انا حطاها، 55 جنيه كده خضار، تمام. يبقى انا كده عندي 55 خضار، و50 سوبر ماركت، و125 لحوم اللي احنا جبناها، اللحمة والفراخ. يبقى كده كلهم عاملين 225. هيبقى معايا من ال250 25 جنيه. دول بقى تقدري تشكليهم، تجيبي فول، تجيبي طعمية. طبعا لو انت بتجيبي وتعملي في البيت هيبقى اوفر لك شويه، بس لو انت مالكيش في القصه دي ممكن تجيبي كيسين فول، الكيس ب3 على كيس طعميه او كيسين طعميه. تجيبي ب10 جنيه بيض، وب10 جنيه جبنه، وبال5 جنيه فول. مالكيش انت في الفول والطعميه اصلا، في ناس ما بتفطرش كده خالص.
تجيبي مثلا كيس دقيق على بليلة، تعملي بالدقيق صينية كيكة، معجنات لو انت بتحبي تفطري حاجة كده، معجنات جنب شاي بلبن. يعني ظبطي نفسك كده. بال25 جنيه دول هتجيبي بيهم شوية تفاصيل، مع طبعا معاكي بطاطس، يوم هتفطري حتة جبنة وشوية بطاطس، يوم بضاية وشوية جبنة، يوم شوية فول وحتة طعمية، فهيقضوكي ان شاء الله على مدار الاسبوع. تقدري طبعا تقتصدي من كل اللي انا قلته ده في الخضار بالذات، يعني انا حاطلك 5 جنيه، 5 جنيه شوية تفاصيل لو عايزة تجيبيها. وتجيبي كيس لبن هينفعك طبعا على مدار اليوم، انا ما كتبتوش بس انا الصراحة لازم بجيب لبن طبعا. فتقدري توفري في حاجة السوبر ماركت او في حاجة الخضار، وتجيبي معاهم كيس لبن، أنا يعني بجيب بخيره او نص كيلو من العادي، او تقدري من 25 جنيه اللي اتبقت، فمعاكي مبلغ كده تقدري انت تشوفي تفاصيل حياتك ماشيه ازاي، ايه الافضل ليكي وهاتيه. انا بس قسمت معاكي الغدا بالتفاصيل وبالاكلات اهو، اديتك افكار الاكلات 7 ايام. يعني تقدري كمان تختصري يوم منهم لو انتم من الناس اللي بيحبوا تاكلوا كشري عادي، عدس عادي. بس في ناس ملهاش الصراحه في الاكلات دي وتحب تاكل لحوم طول الشهر. انا عن نفسي بعمل كشري وعيالي بيحبوه تمام، مفيش مشكله. أه ولكن هي مره واحده في الشهر بس. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى التقسيمه دي تفرق معاكم. وهديكم نصيحه، لو انت نازله كده تجيبي حاجه وفي بوكك كده 500 600 جنيه، والله هتطلعي مفرتكاهم ومش هتبقي جبتي حاجه، هتلاقي نفسك ما جبتيش اكله يومين ثلاثه على بعض، وهتقولي فلوسي اتفرتكت، وهتيجي تبصي انت جبتي ايه مفيد او ايه مش مفيد، هتلاقي كل اللي جبتيه مفيد، كل اللي جبتيه محتاجاه، ما فيهوش حاجه ملهاش لازمه. ولكن مش متنظم من غير نظام. لكن لو مسكتي ورقه وقلم وشفتي انا هعمل اكلات ايه الاسبوع ده، طب انا محتاجه لها خضار قد ايه، محتاجه لها حاجه سوبر ماركت قد ايه، فهكتبهم في ورقه وانزل، وهو اللي في الورقه اللي هجيبه هتلاقي نفسك طالعه صارفه مثلا ال 250 لو انت عامله لنفسك ميزانيه 250، صارفه ال 300 لو عامله لنفسك ميزانيه 300، ان شاء الله تكوني عامله ميزانيه ال 200. هتلاقي نفسك طلعتي بالتفاصيل اللي انت عايزاها. الفريزر بتاعك والتلاجة بتاعتك فيها اكلات الاسبوع، مش هتحتاسي خالص، ومش بجد مش هتحتاجي الحاجه ولا هتتزنقي اخر الشهر. والطريقه دي هتخلي عندك اول الشهر زي اخر الشهر. يعني انت لو مثلا بتاخدي 1000 جنيه وهتقسميهم التقسيمه دي كل اسبوع 250 جنيه، فايه اللي هيخلي في حاجه اسمها ازمه اخر الشهر، ولا زي مزنوقه زنقه اخر الشهر؟ هي هيبقى اول اسبوع زي تاني اسبوع زي رابع اسبوع لو انت منظمه نفسك. فانا عندنا هنا زي ما قلت لك بقى، ادي 4 اكلات فراخ وادي 3 اكلات لحمه، وان شاء الله مفرومه، يعني لحمه مفرومه، ان شاء الله نعمل اكلات فيها لحمه عاديه، ونعمل ميزانيات فيها سمك، ونعمل ميزانيات فيها حاجات كتير وافكار كتير. لان مش كل اسبوع هتجيبي نفس الحاجه وهتعملي نفس الاكل، فهديكي افكار لاسابيع كتير، انت بقى نظميهم على مدار الشهر. تمام، وبرضك هديكي افكار وميزانيات شهريه، لان انا اغلبيه الميزانيات اللي بمشي عليها في بيتي شهريه، فان شاء الله اديكي ميزانيات شهريه كويسه. وجربي الكميات دي وهتشوفي، وهنزل لك بيها فيديوهات ان شاء الله، وهتشوفي الكميات على الطبيعه اللي انا عملتها. تمام، اتمنى تتابعيني ان شاء الله، واتمنى تكوني استفدتي من الفيديو، واشوفك على فيديو جديد وميزانية جديدة. وسوري على بنتي اللي رايحة جاية كده، هي حست ان انا خلصت خلاص فقعدت لي بقى. ما تنسيش تعملي لايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، ولو الميزانية دي والكل اللي بقوله ده مش فارق معاكي، انتي ميزانيتك اكبر من كده، يا رب ربنا يزيدك. ولكن ممكن تاخديها كفكرة الاكلات، يعني مش بس ان انتي تعملي الكميات او التقسيمة، خدي فكرة للاكلات اللي انا بقولها وممكن تعمليها. لان في ناس هي مش فارق معاها الفلوس، ولكن فارق معاها محتارة اعمل اكلة ايه النهاردة، اكلة ايه النهاردة. فممكن تستفادي برضو من الفيديو من افكار الاكلات. ان شاء الله يا ستي تعملي 3 فرخات في اليوم مش فرخة واحدة، تبقي خدتي افكار للاكلات وكميات براحتك. فانت معاكي الميزانيه ومعاكي الاكلات وبراحتك. اتمنى بس تعملي لايك للفيديو عشان الفيديو اللايك بيرفع الفيديو وغيرك يستفاد، لان في ناس والله بيفرق معاها الكلام ده جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله.